السلام ورحمة الله. كيف حالك نمر؟ ان شاء الله تمام؟ تمام. نمر انت ان شاء الله مشارك اليوم معنا في برنامج فوازير رمضان على القبس. اليوم احنا الحلقة الأخيرة من البرنامج اللي هي الحلقة السابعة. طبعا اليوم الحلقة مميزة، راح يكون في عندنا سؤال واحد ورابح واحد، بمعنى اللي بيجاوب على السؤال صح راح يربح جائزة هدية بقيمة 600 شيكل، اللي هي عبارة عن 6 كوبونات، كل كوبون بقيمة 100 شيكل. هاي مقدمة الكوبونات من سوبر البيان، الدعم الفني للحاسوب، مكتبة هدايا الرحمة، لافتات مظلات رامي، أناناس، ماتوك، فيتاعيم. حتى نشوف كيف حظك بده يكون معنا، وإن شاء الله بدناك تربح معنا. السؤال بسم الله، السؤال بيقول هيك: ما هي العبادة التي لا يمكن أن يقوم بها أكثر من شخص في وقت واحد؟ العبادة التي لا يمكن أن يقوم بها أكثر من شخص في وقت واحد. ببسطها، يعني إذا أنت قمت بهذه العبادة أنا ما بقدر أقوم فيها حتى إنك أنت تنهيها. شباب عبيد، لحظة. طبعا فيش خيارات، أما أعيد السؤال كمان مرة ولا واضح؟ البوذية. لا احنا بنحكي عنه احنا كمسلمين، يعني ما البوذيين. مسلمين. شو الدعاء؟ عبادة إذا قمت بها لا يمكن أن يكون بها أحد غيرك. الصوم. صوم، أنا بصوم وأنت بتصوم، كلياتنا بنصوم بنفس الوقت، يعني فمش مشكلة، يعني كلنا بنكون في هذه العبادة. طيب أنا بدي أعطيك إمكانية واحدة، أنت لك حرية إنك تستخدمها أو لا، اللي تساعدك في حل السؤال. أعطيك أنا هسه خيار إنك تتصل على أي شخص بدك إياه، معك نص دقيقة تتصل عليه، إذا في عندك واحد هسه بشكل سريع تتصل عليه وتتساعد أنت وياه. في حدا؟ في. مين؟ صفوت. مين؟ صفوت. اتصل عليه. طبعا من لحظة ما تقرأ عليه السؤال معك نص دقيقة. ماشي. اعمل ورامكم. مش مسدف وجهه. رديش؟ مش مع حدا. تعرف الجواب؟ لا السؤال نمر. طيب يعني للأسف احنا حبينا ان نساعدك بالفعل انك تربح معنا، ولكن سوء الحظ ان شاء الله مرة ثانية، وكل عام وانتم بألف خير. ما هي العبادة التي لا يمكن أن يقوم بها أكثر من شخص في وقت واحد؟ عبادة لا يقوم بها شخص إلا شخص واحد. كمان مرة، عبادة إذا أنت قمت فيها ما حدا بيقدر يكون في هذه العبادة حتى إنك أنت تفرغ منها وتخلصها. ما هي هذه العبادة؟ مش عارف. طيب هو ما في خيارات، أما في عنا إمكانية مساعدة اللي أنت بتقدر تستخدمها على راحتك، يعني إذا بدك أو لا. في معك مجال تتصل هسه بأي شخص بدك إياه، وأعطيك نص دقيقة تسأل السؤال ويجاوب عليه. في حدا؟ في بس بالجامعة اللي موجودين اللي ممكن نتصل فيهم. في يعني دكتور عبيدة، في الشيخ عبد الحكيم، في الأخ أبو أحمد العباس مثلا. صاحب. طيب حدا ثاني ممكن من ما بعرفش، بدي أجرب أطلع إذا. طيب أنا بدي أعيد لك أخرى مرة السؤال. إذن أخرى مرة السؤال بيقول: ما هي العبادة التي لا يمكن أن يقوم بها أكثر من شخص في وقت واحد؟ في نفس اللحظة فيش اثنين بيقدروا يقوموا بهذه العبادة إلا شخص واحد. يعني أثناء السفر ممكن بالطيران أو إشي؟
لا لا. طيب يعني حاولنا انه نعطيك الامكانيه انك تتساعد بامكانيه معينه، ولكن للاسف الشديد ان شاء الله انت بتشترك معنا في مره قادمه بحظ اوفر خال، وكل عام وانت بالف خير. شكرا لمشاركتك معنا. ما هي العباده التي لا يمكن ان يقوم بها اكثر من شخص في وقت واحد؟ العبادة التي لا يمكن أن يقوم بها أكثر من شخص في وقت واحد، يعني إذا أنت أديت هذه العبادة فيش حدا بيقدر يقوم فيها بنفس الوقت، حتى إنك تخلص من هذه العبادة تنهيها وتفرغ منها، فيش إلا عبادة واحدة. الصيام. الصيام تقدر أنت تصوم وأنا أصوم بنفس الوقت، يعني كل الناس بتصوم، بس في عبادة ثانية إذا أنت قمت فيها بقدرش إن أنا أقوم فيها حتى إنك تخلص منها. ممكن الصدقات. برضو الصدقات لا، أنا بنفس الوقت نقدر أي واحد يتصدق. هاي عبادة بتكون فيها بنفس الوقت أي واحد بيقدر يكون فيها، بس هاي اللي بسأل عنه فيش حد بيقدر يكون فيها إلا واحد، شخص واحد. طيب أنا خيارات ما في خيارات طبعا. بس أنا بعطيك هسه إمكانية واحدة، أنت لك الحرية تستخدمها أو لا. تفضل. أنا بعطيك مجال هسه نص دقيقة تتصل على أي شخص بدك إياه تسأله السؤال، إذا في حدا ببالك هسه بشكل سريع تسأله هسه اتصل عليه. نص دقيقة نرد. في حدا؟ في واحد. شو الاسم؟ لمين بدك تتصل؟ بسام ابو مخ. الشيخ بسام؟ ايوه. تفضل اساله ان شاء الله نرد عليك. ان شاء الله. وعليكم السلام. في سؤال بسرعة. شو في شيخ بسام الله يمسيك بالخير، معك احمد وتد من برنامج فوازير رمضان على القبس. عمي سائد في عنده سؤال بدك تساعده بهذا السؤال. السؤال بيقول كالآتي: ما هي العبادة التي لا يمكن أن يقوم بها أكثر من شخص في نفس الوقت؟ عبادة لا يمكن أن يقوم بها أكثر من شخص في نفس الوقت. بعرف سلم على سائل. كيف حالك احمد؟ الحمد لله تمام. ولك يحكي عامل لي فيها شيخ ما انت. والله اقول له كان عنده المرة الخماسة في شيء وخلي عنده يا بس كله ولك يحكي. بعرف لازم ادور لك عليها. خلص ما مش راي الوقت. انتهى الوقت. انتهى الوقت. طيب. طب كلها مشكور. روح. مع السلامة. شكرا. مشكور. يعني حالفك الحظ. ما هي العبادة التي لا يمكن أن يقوم بها أكثر من شخص في وقت واحد؟ عبادة هي الطاعات اللي عادة بيعملها الإنسان بخلاف الصلوات، هي تسمى عبادات. كمان مرة، في عبادة إذا أنت هسه قمت فيها فيش حدا بالعالم بيقدر يكون فيها إلا حتى إنك تفرغ منها. أنا قصدي إنه بالعبادات هي الأعمال التطوعية التي يقوم بها المسلم وهو غير مكلف فيها إلا في غير الصلوات. صح، بس مش هذا المقصود. مش هذا المقصود. وحدد سؤالك كمان مرة. عبادة، أي عبادة أنت قمت فيها مش شرط تكون صلاة، مش شرط تكون صلاة. فهذه عبادة إذا أنت هسه عملتها أنا بقدرش أكون فيها، تبدأ أنت تنهي منها وتفرغ منها. هي الصدقات عادة، الزكوات، أعمال البر، أعمال التقى. برضو لا. طيب أنا بدي هسه أعطيك شغلة أنت حر إنك تستخدمها أو لا. بعطيك مجال هسه إذا أنت بدك ومعني تتصل على أي شخص بدك إياه تسأله هذا السؤال ويجاوبك. بلزمش، مش مشكلة، مش مشكلة. طيب على كل أستاذ محمود بارك الله فيك، كل عام وأنت بألف خير. مشكور.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك أحمد؟ شو الأخبار؟ أهلين يا هلا. أحمد، حظك معنا اليوم تشارك معنا في مسابقة فوازير رمضان على القبس. اليوم الحلقة مميزة لأنه هي آخر حلقة، الحلقة السابعة من البرنامج، ولكن المميز فيها إنه في عنا سؤال. هذا السؤال فيه له رابح واحد، اللي بيجاوب عليه راح يربح 6 كوبونات اللي هن عبارة عن 600 شيكل. الكوبونات الستة هاي مقدمة من سبل البيان، الدعم الفني للحاسوب، مكتبة هدايا الرحمة، لافتات مظلات رامي، أناناس متوك فيتعيم. إن شاء الله إنه بحالفك الحظ وبتربح معنا الجائزة. إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. السؤال هيك بيقول: ما هي العبادة التي لا يمكن أن يكون بها أكثر من شخص في وقت واحد؟ ما هي العبادة؟ التي لا يقوم بها خيارات للأسف لا. أما العبادة اللي أنت إذا قمت فيها هسه ما حدا بيقدر يقوم فيها، حتى إنك تفرغ منها وتنهيها. إيش هاي العبادة؟ بعيد السؤال: ما هي العبادة التي لا يمكن أن يقوم بها أكثر من شخص في وقت واحد؟ إذا صعب عليك أنا بعطيك إمكانية اللي ممكن تساعدك. بعطيك أنا هسه مجال نص دقيقة ترفع تلفونك وتتصل على أي شخص بدك إياه تستعين به وتسأل السؤال إذا أنت بدك. أتصل. حابب تسأل مين؟ خلي توفيق. طيب اتصل عليه. تمل إنه أنت وحظك. تمل إنه يرد. طبعا بدك تعرفه شو أنت بدك منه. إن شاء الله. يا رب. بين بشرة. باين إنه نايم. طيب على كل احنا حبينا تشارك معنا احمد وتفوز معنا في هذا البرنامج، وان شاء الله في اوقات ثانيه. ما هي العبادة التي لا يمكن ان يكون بها اكثر من شخص في وقت واحد؟ ما هي العبادة التي لا يمكن أن يكون بها شخص أكثر من شخص في وقت واحد؟ يعني أنت عبادة قمت فيها هسه مثلا فيش حد بيقدر يكون فيها بنفس الوقت حتى إنك تنهي هذه العبادة. الصيام. أنت صايم وأنا صايم، إذا إحنا قمنا بنفس العبادة. نفس العبادة. عبادة لا يمكن أن يكون بها أكثر من شخص في وقت واحد. فيش اثنين بيقوموا بنفس العبادة بنفس الوقت. صلاة. برضو نفس الشيء نقدر نصلي بنفس الوقت. طيب أنا برضو بدي يعني خلينا نقول أعطيك وسيلة مساعدة، أنت لك الحرية إنك تستعملها أو ما تستعملها حسب. بقدر أعطيك مجال هسه تتصل على أي شخص بدك إياه نص دقيقة تسأله السؤال تتساعد فيه إذا بده يجاوب أو لا، إذا معك مجال. عندك هسه الناس هسه صايمة. صايمة هسه. يا سيدي على كل إحنا حبينا إنك تشترك معنا. ما هي العبادة التي لا يمكن أن يكون بها أكثر من شخص في وقت واحد؟ ما هي العبادة التي لا يمكن أن يكون بها أكثر من شخص في وقت واحد؟ يعني عبادة بتكون فيها أنت، إذا أنت هسه قمت فيها ما حدا بيقدر يكون فيها بالعالم إلا تمنى تخلص من هذه العبادة. الصيام. الصيام كلنا صايمين والكل بصوم، بس في عبادة إذا أنت بديت فيها ما حد يقدر يكون فيها حتى إنك تنهي هذه العبادة. خيارات أحمد. ما خيارات للأسف فيش خيارات، بس أنا بقدر أعطيك هسه إمكانية واحدة تقدر تستعملها وبتقدر على راحتك، يعني بتقدر ما تستعملها. أنا بعطيك هسه مجال نص دقيقة تتصل على أي شخص بدك إياه تسأله السؤال وتتساعد فيه. إذا في حدا عندك هسه بشكل سريع تعطيني اسم واحد. يعني أتصل فيه وأتساعد فيه؟ وتسأله.
احاول. طيب بدي اتصل تلفون واجرب اذا لمين بدك تتصل بس؟ بدي اتصل لاخوي عبد الملك. تفضل جرب. وبقدر اقرا السؤال ولا؟ طبعا. احكي له اياه. طيب. حطوا رامكول. ابو عدنان عيط. الو. السلام عليكم عبيد. عليكم السلام. أنا موجود مع أحمد في فوازير رمضان على القبس، وسألني سؤال جوابه بربحني 6 كوبونات. بلش. بدي أسألك سؤال اللي كل عن السؤال. السؤال كمان مرة، ما هي العبادة التي لا يكون بها غيرك حتى أنك تنهي هذه العبادة؟ ما هي هذه العبادة؟ العبادة هي تقبيل الحجر الأسود. تقبيل حجر الأسود؟ الحجر الأسود. أيوة. إن شاء الله تطلع صح عبيد، ما شاء الله عنك. بس صح. تقبيل الحجر الأسود. طيب شكرا أستاذ عبيد. شكرا عبيد، إلى اللقاء. جواب أكيد ونهائي؟ بتأمل إنه صح أكيد ونهائي. متأكد؟ هو متأكد. هو أنا متأكد. إجابتك صحيحة 100%. شكرا أحمد. العفو. ألف مبروك. أنت هيك ربحت معنا جائزة بقيمة 600 شيكل. هذه الجائزة هي مقدمة من 6 محلات برعاية الأناناس، سوبر البيان، الدعم الفني الحاسوب، مكتبة هدايا الرحمة، لافتات مظلات رامي، متوق في تعيم. تفضل افتحن بس إذا بتسمح. شكرا. افتحن مشان نأكد عليهن. طيب بارك الله فيك. هدية مقدمة من أناناس. نعم. كوبون بقيمة 100 شيكل. هدية مقدمة من حلو وزاكي، وجبة زوجية فاخرة. تمام. هدية مقدمة من مكتبة هدايا الرحمة، كوبون بقيمة 100 شيكل. نعم. هدية مقدمة من صور البيان، كوبون بقيمة 100 شيكل. هدية مقدمة من الدعم الفني للحاسوب، كوبون ب 100 شيكل. نعم. أعتقد إني خلصت 100 شيكل. وهدية مقدمة من لافتات ومظلات رامي. نعم. كوبون بقيمة 100 شيكل. ألف مبروك أخ بسام. حظ يعني موفق. بارك الله فيك. كل عام وأنتم بخير. إذا بتحب توجه كلمة هيك بشكل سريع. كل عام وأنتم بخير، وعيد سعيد على الأمة الإسلامية والأخص جات، وشكرا لكم على هاي اللفتة الحلوة. شكرا. حياك الله. أهلا بيك. كل عام وأنتم بخير. وهيك احنا طبعا وصلنا الى ختام نهاية حلقات برنامج فوازير رمضان على القبس 2، والذي تم بثه عبر موقع القبس للسنة الثانية على التوالي. نشكر كل من تابعنا عبر هذا البرنامج وشاهدنا، نشكر كل من شارك في البرنامج وحالفه الحظ أو لم يحالفه الحظ. كذلك لابد أن نشكر كل من رعاة البرنامج 6، وهم أناناس، سوبر البيان، مكتبة هدايا الرحمة، لافتات ومظلات رامي، متوق في تعيم، والدعم الفني للحاسوب. شكرا جزيلا لكم. وإلى هنا طبعا نأمل أن نلقى بكم في أعوام قادمة مع برامج أخرى جديدة إن شاء الله تعالى. ثم نهنئ أهلنا في جت وأهلنا في المنطقة والأمة الإسلامية عامة بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد. تقبل الله منا ومنكم الطاعات، وكل عام وأنتم بألف خير.